شيطان اتجوز إنسانة؟ ده اللي هو إزاي يعني؟ معقول بقى روحه للشيطان ولا هو الشيطان نفسه ولا إيه اللي بيحصل؟ لو بتحبوا مسلسلات السسبنس المختلفة ركزوا معايا. في مسلسل جديد لسه نازل اسمه عهد أنيس، المسلسل من إنتاجات شوفها وتويست تي في الأصلية، وبيتعرض في مصر على ابلكيشن تويست تي في وفي باقي دول العالم على ابلكيشن شوفها. القصة بتدور في 3 أزمنة مختلفة، وأول زمن هنبتدي بيه هو العشرينات، واللي بتبدأ بيه القصة كلها مع الشيطان أنيس اللي اتجوز من بشرية علشان عايز يخلف منها. ثم بنروح لزمن تاني وهو السبعينات، وبنشوف أنيس وكأن الزمن معداش عليه. أما الزمن التالت فهو الزمن بتاعنا دلوقتي، ومن أول ما أنيس بيظهر الإسلام جمال وحياته كلها بتتقلب، شغله بيبوظ، خطيبته بتسيبه، كل حاجة بتبوظ. بس تفتكروا ليه؟ المسلسل حسب ما أنا شايفة بيلعب على تيمة عهود الشيطان، ورغم إنها مش جديدة علينا إلا إن الأداء في المسلسل قوي جدا لحد دلوقتي ومختلف عن أي تيمة تانية. فلو بتحب النوع ده من المسلسلات تقدر تشوف مسلسل عهد أنيس وجمد قلبك كده. وزي ما قلت لكم المسلسل بيتعرض في مصر على ابلكيشن تويست تي في وفي باقي دول العالم على ابلكيشن شوفها.